ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. بصوا بقى، عامله معاكم شويه اكلات كده من القلب بيحبها في الصيف، سريعه وحلوه ولذيذه وكل حاجه انجاز كده من الحر والفرهده اللي احنا فيه. بس طبعا مبدئيا لازم كده ايه نعمل دوره غسيل، يومنا ما يمشيش من غير غسيل. اول حاجه بقى البيتزا القمر دي. بصوا انا عملتها معاكم كتير جدا ويعني بصوا اسهل حاجه في كل حاجه ان انتوا تعملوها بيتزا سوسيس، يعني ولا غسلنا خضار ولا قطعنا ولا عملنا حاجه. يا دوب احنا قطعنا الخضار والصلصه تكون عندك متسبكه. انا كانت عندي الصلصه بصراحه بحبها قوي في اليوم اللي عندي الصلصه، وانا بعجن بسرعه بسرعه كده الحمد لله. وجبنه موتزاريلا الحمد دي يا جماعه خطيره. شفت سارية غانم بتقول ان الرياده حلو، بس انا اصلا ما شفتش الرياده خالص في اي سوبر ماركت، يعني مش موجوده عندنا قوي. وطبعا واحنا كنا بره، خرجت في اليوم دوت واحنا بره. بحب يوم البيتزا، بحب فيه خروجه فاهماني. واحنا بره جبنا علبه التورته ديت من عند الراجل بتاع الجمله. كيكه اسمها تورته، يعني اللي هي الواحده ب5 جنيه، العلبه كلها على بعضها بتبقى بكام؟ ب50 جنيه. فيهم 2 زياده يعني. بس وحلوه كده، بحب اجيبها. طبعا هي بتقعدش ما شاء الله، بيخلوهاش. بس انا بحب اجيبها كده مره في الشهر ولا حاجه، بتبقى لذيذه يعني بصراحه. بحيث احنا ناكل براحتنا كده فيها. وبس. ب50 جنيه يعني ايه، كأننا جبنا طبق حلويات ولا طبق دوناتس من الفرن وكده يعني. وطبعا كانت الغسالة خلصت ونشرتها طبعا دورة الغسيل. ده بقى تاني يوم. بصوا بعشق البطاطس في الصيف وفي الشتاء، البطاطس المحمرة دي. بس في الصيف بما ان في فرهدة، ففي الصيف هي منجزة جدا. وانا بقطع كل حاجة وانا قاعدة في الأوضة بتاعة التكييف اللي فيها تكييف، فبقعد اقطعها واحطها هي في الزيت وارجع تاني في التكييف فاهمني. منتهى الأريحية. ودي بقى تمشي فطار غدا عشاء اي حاجة جميلة بصراحة. وكمان عملت ايه؟ بصوا بقى، هنا كانت المية قطعت يومين. طبعا اكيد كلكم عارفين حوار المية اللي من مصر يعني بالاخص، ومن الجيزة بالاخص. عارف حوار المية اللي قطع بسبب جزيرة الدهب، العطل اللي حصل في جزيرة الدهب. فطبعا عندي كمية مواعين مش طبيعية، لسه المية جاية النهاردة. فغسلت، حطيت شغلت دورة غسيل تاني. وفي الفيديو ده متصور على اليومين. وكمان بعبي غسالة الأطباق لأن هي هتنجز معايا في كمية المواعين اللي مش طبيعية الموجودة دي. وأغسل اللي أغسله على ايديا. بس بقى، فأنا طبعا الصبح كان اليوم ده كان فيه نادي بقى، عندكم خروج عندكم حاجات، يا إما بيتزا يا إما برجر. كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة. فقلت أعمله برجر كده، بس مش طبعا مش هكتر بصل ولا حاجة يعني. هعمل هو المفروض أصلا الوصفة أحلى وصفة جربتها البرجر بتاعت مروة الشافعي. بيتحط لها اللحمة المفرومة، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، وملح وفلفل اسود. فانا بقى طبعا انا بقالي داخله في مثلا قربت على السنه مش بشتري ولا توم باودر ولا بصل باودر. تمام. بقيت بقى خلاص بستبدلهم بالثوم والبصل الفريش. انا كده كده في الموسم بتاع الثوم بجيب من الراجل اللي هو اللي بيفرم الثوم اللي في السوق ده. بجيب منه مثلا 3 كيلو ولا حاجه، بيقعدوا معايا السنه كلها. ممكن تخسع في اخر السنه حاجه بسيطه وممكن لا. تمام، على حسب استخدامات التوم. انا اصلا خفيت استخدامات التوم عشان القولون، فبقت 3 كيلو مثلا حلوين معايا. تاني حاجة، البصل لما بحبه ما يكونش باين في الوصفة يعني اللي انا بعملها. بعمله باللي على هي الصغيرة اللي بتشل دي، بقالي ساعة بتشل معاها، بس يعني هي بصراحة بتخلي البصل مش باين خالص في الاكل. كأنكم حاطين بصل بودر بالظبط. عملت 3 بصلات صغننين، البصل ده كان صغير، فعملت 3 بصلات كده صغننين على الايه، على النص كيلو اللي قولوا معايا نص كيلو اللحمة. ممكن نزود عن كده بصلتين كمان، هيبقوا برضو حلوين ومش هيبان برضو في اللحمة، وهيبقى طعمها برضو لحمة متينة كده وحلوة. وممكن لا يعني براحتكم بقى، اللي عايز يزود يزود، بس انا بصراحة مش ما فيش عمار بيني وبين البصل عشان عينيا. ومش ولما باجي افرمه في الخلاط عندي، ما عنديش كبه كبه باظت، ولما باجي افرمه في الخلاط بيتعبني. بس انا عندي في الخلاط الجزء اللي فيه مبشره زي ده، مش عارفه بقى البصل يبقى حلو فيه ولا ايه. هجرب مره، بس لسه التجربه ما جاتش معايا يعني. فانا بشرت بقى على ايه، بستسهله بقى ان كده كده مش بعمل كميه كبيره. عشان تالي اصلا مش بتحب البصل، فروحت ايه بعمل ايه الكميه دي وخلاص. فروحت بقى جبت خلاص اللحمه بعد ما بشرت، جبت اللحمه. وهفضيها بقى واحط عليها البابريكا بالنظر بقى كده، يعني زي ما بتحبوا كميات البهارات اللي انتوا بتحبوها. في ناس بتحب تدلق كده بهارات، وفي ناس بتحط فتافيت البهارات لان ده مشكله مع البهارات، وفي ناس وسطيين عادي زي كده يعني. فاهماني؟ لان لما باجي اشوف وصفات بحس ان البهارات دي كتيره، او احس ان البهارات دي قليله، او احس ان هي وسط حلوه كويسه. فاهماني؟ ففي ناس كده البهارات دي يعني كل واحد بمزاجه. حطيت بقى شويه التوم دول.
وبصوا دايما باجي استخدم التوم بجيب اصغر حاجة تطلع توم عشان ما احطش منه كتير، لان انا بالنسبة لي اصلا بحب التوم بس كتره في الاكل بيتعبنا. فبجيب اصغر حاجة دي معلقة التوابل اللي هي نص معيارها نص معلقة نص معلقة شاي. وساعات بحط بالسكينة بتاعة الشوكة وساعات بحط بالشوكة، انتوا فاهميني، عشان ما اكترش. بصوا بقى البابريكا بصراحة بحبها قوي مع اللحمة، بحس كده تخلي اللحمة لونها حلو كده ومحمر، فدي بقى بدلق منها براحتي يعني. وهحط شوية ملح صغيرين طبعا، متكتروش الملح في لا في الكبدة ولا في في البتاع دوت ولا في دي اللحمة دي. وعلى سيرة بقى الكبدة، برضو الكبدة من الحاجات المنجزة جدا لو انتوا بتحبوها. انا بصراحة بالنسبة لي بحب كبدة الفراخ. في ناس بتحب الكبدة اللي هي الشرايح تعملها بالردة، بس انا بالنسبة لي كإنجاز اكتر كبدة الفراخ، يدوب هي تتقطع تكون فكة طبعا او شاريها فريش، يدوب هي هتقطعيها وعليها توم بقى وملح وفلفل اسود كتير جدا وخطيرة وشوية فينو كده وشكرا. ولو ما عندكوش مشكلة مع المخلل، مخلل طبعا جنبها مفيش اي مشكلة، وطحينة برضو ممكن، تمام، تبقى حلو قوي كده يعني. انا ساعات لما يعني انا مش على طول اكل مخلل عشان جنبي، فساعات اعمل سلطة كده طماطم على بصل كده، ممكن تحط لها سنة توم كده، وممكن مثلا ربطة بقدونس ولا حاجة، هتبقى جامدة جدا. يعني اي حاجة منجزة. انا بصراحة في يوم النادي دوت، كان يوم النادي كنت طلع لحمة فكة من قبلها بيوم، لان انا اصلا كنت يعني فكاها على اساس اعملها اليوم اللي قبلها، وزي ما قلت لكم الكهرباء قطعت ومفيش حاجة اصلا نظيفة نعمل فيها. حتى انا اللي جنبي ده بستل اللي على الحرف ده حطاه وبغسل، والكوباية دي اللي شايفين عليها الشجرة دي، بغسل هيدي بملى منها من البسيل واغسل ايديا واغسل الحاجه اللي انا بعمل فيها. يعني غسلت كام طبق كده على كام حاجه يخفوا لي الدنيا بالكوبايه دي والله، لحد ما جت بالليل. وكنت برضو انا ما عنديش مشكله ان انا اغسل معايا كده بالميه لو الميه اصلا موجوده يعني، بس ده هي اصلا مش عارفين تيجي كانت هتيجي امتى وكده. طبعا انا شويت الكميه كلها ودي كانت اخر حبه بشويهم. وخلاص يعني اكلتها لهم يعني بألف هنا، وكلوا جزء قبل النادي، ولما جم من النادي عملوا سندوتشات بجزء التاني، بصراحة كانت جامدة وخلصوهم مبقوش حاجة لمحمد. يلا عوضه في مرة تانية.